هتفضلي قاعده لي زي تماثيل اسكندريه كده؟ طب اعمل ايه يعني؟ اعملي اي حاجه، قولي اي حاجه، اتكلمي قولي اي حاجه. انت عارفه انا ابقى مين الاول؟ طنط ام يحيى. اسم الله عليكي. ايوه، انا طنطك هناء ام يحيى، اخوكي يا عينيا. وكنت في يوم من الايام مرات ابوكي، بس مرات الاولى. كنت زي القمر واحلى من امك. الفرق اللي بيني وبين امك ان هي عامله زي صنافور المحطه. واد يا 8. ايوه. خش هات لي الدفء ازاز الساعه من الثلاجه. احنا عارفين الاصول والواجب برضه. من عينيا. عينيك ياض، انت هتجيبها من بيت امك. هاتها من الثلاجه. جرى يا طنط، انتوا عندكم ثلاجه اصلا؟ وجع في بطنك. انزل اجيبها من الكشك. يلا. هي الاصول ان انتوا تخطفوني؟ الاصول تضربوا خطيبي؟ الله اعلم هو فين دلوقتي، عايش ولا مات؟ احنا ما بنموتش حد ولا لينا دعوه باي دم. مش هتلبسينا مصيبه واحنا قاعدين. احنا يا بنت زين مش عايزين حاجه غير حقنا، وزي ما انت قلتي يحيى اخويا، يعني زيه وزيك انت واخواتك. واحنا بقى ماشيين بالاصول لحد دلوقتي، بس الحق ده لو ما رجعش هيبقى فيه دم، ودم كتير قوي يا بنت جيهان. بس انتوا لو ليكوا اي حق زكريا اخويا هيديهولكوا، انما يحيى ما جابش سيره اي حق. عشان عيل خايب. انا تقريبا ما بسمعش من بيت العطار غير الجمله دي. انتوا لو ليكوا حق هتاخدوه، احنا ما بناكلش حق حد. وفي الحقيقه انتوا ما بتعملوش اي حاجه غير اكل الحق. ما تستغربيش قوي كده. اكيد ابوكي لما حكى الحاجات اللي تخليه ملاك. بس انا بقى ممكن احكي لك الطبعه التانيه من الحكايه، بس ركزي معايا وانا سمعك. بقى انت يا حسن يا عطار اللي تعمل كده في اخواتك. اخس. انا عملت ايه يا عمار؟ وليه ماشي ورا كلام سميح؟ حسن، انا بمشيش ورا حد وانت عارف. انا بمشي ورا اللي بشوفه بعيني وبسمعه بودني. وبعدين حرام عليك امير، ايه دخله في اللي انت بتعمله ده؟ هو انت عايز توصل لايه بالظبط؟ يا ريت تقول كلامك كله مره واحده. اللي هقوله هخليه للمحاكمه مره واحده يا حسن. ايه ده؟ هو انت ما تعرفش ان المحاكمه هتتعاد؟ طب هو انت ما تعرفش احنا ليه نقف اوضتك يا ابو علي؟ لا اكيد انت عارف، بس هتعمل نفسك مش عارف. خساره يا حسن. يا ميت خساره. هانت يا امير، هانت. كلها سواد الليل وهتخرج من هنا. يلا بقى يا ابو علي، مضطر اسيبك، اصل انت وراك بكره يوم طويل. العيال عامله ايه دلوقتي؟ العيال بخير يا امير. ربك كتب لهم عمر جديد. بس حسن ما اظنش. بالاذن ابقوا ضغطوا كويس يا ولاد. انا ما عملتش حاجه يا امير، ما عملتش حاجه. حسن مهما اتضايقت منك انا عارف انك ما عملتش حاجه. انت عارف كويس ان عمري ما هاذي اخواتي، ده انا روحي فيهم. يا اخي طلعت روحك. هو الكلام الحنان ده يا حسن اللي موديك في داهيه. دلوقتي بقى الكلام الحنين مش عاجبك؟ مش ده اللي انت كنت زمان بتحبه؟ كنت بتخليني اقعد اكتب لك شعر عشان تديني الست بتاعت اللبن. فاكر بتاعت اللبن لما كنت بتيجي تبص عليها في الشباك؟ اي يا عم بس ما كنتش بحبها يعني. دي كانت كسرة 80. فتبقى امراض الشيخوخه على ما اظن. الواد عزيز كان بيحبها قوي، اللي هو اصلا في نص عنها. عزيز في نص عنها؟ استغفر الله العظيم، منك لله يا عم. عشان كده ربنا بيعاقبنا باللي احنا فيه دلوقتي. ايه يا حسن، كنا صغيرين قوي. يا ريتنا ما كبرنا، يا ريتنا فضلنا صغيرين نقعد نتلم حوالين الشيخ سلامه يحكي لنا حواديت، يقول لنا شعر. غاوي انت شعر زي ابويا. كان نفسي اطلع اقول شعر برضه. تقريبا هيطلع ابوك انت مش ابويا. انت بتقول فيها؟ يا ابني الشيخ سلامه دوت اكتر من ابويا. ما تزعلش مني يا صاحبي. انت عارف يعني لما بتعصب بقول اي حاجه. يا عم عارف ان انت بق، وانت كمان اتضايقت عشان الموضوع بتاعت اللبن، صح؟ صح؟ يا عم الله يرحمه يا كمان بقى.
بعتيني يما؟ ايه ده؟ بعتك؟ طب يا ستي بعتك بالغالي، ولا انت متعودة تتباعي بالرخيص يا بنت بطني؟ ايه؟ فاكراني مش واخدة بالي باللي بينك وبين صالح؟ صالح وتخالي؟ لا وتخال انا. شوفي يا عايشة، صالح مش هيبصلك ولا يفكر يتجوزك. عليتي كبرتي نزلتي اتعلمتي، يوم ما يفكر يتجوز هيروح يتجوز واحدة من معارف ابوه. احنا ايه؟ احنا يا دوبك بيرمولنا الفكة كل اول شهر. فاهمة يا عايشة؟ واذا كنت بعتك يا اختي زي ما انت فاهمة عشان اخليكي ست القصر ده كله وتعيشي في العز ده وتبقي مرة الكبير، يبقى بعتك يا عايشة. اضحكي يا بت، بلاش التكشيرة بتاعت عبد القادر دي. اضحكي. عبد الله راح يجيب المأذون وزمانه جاي. ما بحبهوش يما، ما بحبهوش. هبص في وش اختي كيف تاني وانا عارفه انها عشقها. اختك يا اختي، بلا اختك بلا امك. المثل بيقول لو كان حظك في حجر اختك اخطفيه واجري. شوفي بقى، لا هي هتتجوز عبد الله ولا انت هتتجوزي صالح، واني اتجندلت ب60 نيله مع ابوكي. فاهمه؟ شوفي بقى، يعني لا تعايريني وعايرك، الهم طايلني وطايلك يا بنت بطني. وانت ليه عايزاني اعيش نفس العيشه اللي انت عشتيها؟ ليه عايزاني اعيش مع واحد ما طايقاش ابص في خلقته؟ ليه عاوزاني اتجهر زيكي؟ يا اختي الجهري، الجهري وانت ست القصر ومرتك الكبير احسن ما تتجهري وانت في المزبله دي. بصي يا عايشه، اسمعي مني يا بنتي، في الدنيا دي مش كل حد بيعرف يعيش مع اللي بيحبه ولا بياخد اللي عايزه، وده كان اول درس خدته من اخوي زين وعمري ما نسيته. اضحك يا بت، اضحك، اللي لا فرحك وعدلي خلقتك. احنا من امتى بنقتل ستات؟ الست شافتني يا ريس، اسيبها توقعنا؟ ولا اخلص من الخطر قبل ما يخلص علينا؟ على فكره يا ريس، البت اللي عندك دي انت لازم تخلص منها، عشان دي بقت خطر علينا كلنا. حربي، ما تعديش حدودك.